السلام عليكم حبايب قلبي، اخباركم ايه؟ طبعا شايفين رنج احلى اكله كلنا بنحبها. طبعا في ناس تانية ما بتحبهاش، الناس دي ملناش دعوه بيهم، خليهم على جنب. احنا بناكلها حتى لو بنتعب منها، مش مشكله. هناكلها النهارده ونتعب بكره، بس هناكلها وخلاص. بصراحه كان نفسنا فيها، فقلت انا اطلع بقى رنجه كده وهنعمل رنجه النهارده. فانا حبيت ان انا اشارككم. هو انا مش شاطره قوي يعني في موضوع الرنجه ده. لان طبعا يعني باكلهم في حالتين. جوزي هنا استاذ فيها، هو اللي بيعملها كويس جدا. وشاطر فيها. ولو عند امي هم برضو اللي بيعملوها. فالمره دي بقى انا هعملها كده وزي ما تيجي تيجي. انا كنت لفيتهم كلهم مع بعضيهم، بس بعد كده رجعت قلت لا، انا هخليها كل واحده لوحديها. بدل ما اعملها من على البوتاجاز من فوق او في صينيه، لا انا هلفهم في ورق سلوفان زي ما انتوا شايفينهم كده. واحطهم على صاج وهدخلهم الفرن. ما ترموهمش على البلاطه، لانهم هينقطوا وهيعملوا ميه وريحه ويزفروا الصاج بتاع الفرن. فاحنا هنلفهم كده ونحطهم على صاج كده. عندي صاج قديم كده، احطهم عليهم وادخلهم في الفرن، هم هيطقطقوا مع نفسهم. وانا بحب الطريقه التانية برضو، هي بتبوظ البوتاجاز شويه، بس انا برضو بحبها جدا. اللي هو بمسكها وبلاقيها على النار كده وبتطقطق كده في ايدي كده على النار. بصراحه انا بحب الطريقه دي. بس انا ما كنتش فاضيه ان انا اوسخ البوتاجاز وابهدله واقلب حاله. فقلت لا، احنا خلينا في الطريقه دي. ومش مشكله، وزي ما تيجي تيجي بقى. فانا عملتها، وكان جوزي كان بيعمل الطريقه دي. انا مش عارفه انا فاكره بس انه كان بيلفها كده وكان بيحطها في الفرن. كانت بتطلع حلوة جدا، وكانت بتطلع ظابطة جدا يعني، وكانت الدنيا بتبقى تمام. كده بقى خلاص بعد ما طلعت من البوتاجاز. شايفين طبعا هي حجم الرنجة بتاعي كان صغير جدا. ف فطبعا كشت اصلا، هي كش. بس هي كان طعمها حلو جدا وكانت حلوة قوي. طبعا هنبدأ بقى ننضفها. طبعا الناس اللي بتتقرف وياي والكلام ده خلوهم على جنب دول يا جماعة. خليكم منتوا الناس اللي بتحب الرنجة خليها انا معايا. طبعا هبدأ بقى افتحها كده زي ما انتوا شايفين. وهطلعها قطعة قطعة كده واحطها في الطبق. انا لو هاكل، انا عن نفسي لو هاكل لوحدي همسكها زي ما هي كده واحطها في الطبق واقعد اكل منها، ولا بقى هنضف ولا الكلام ده. بس طبعا انا معايا اطفال صغيرة، فاضطر ان انا بقى احبك فيها بقى واقعد انضفها واظبطها. تمام. هبدأ بقى امسك قطعة قطعة كده. شايفين؟ طبعا الناس هتقول البسي الكلافز في ايديك ومش عارفه ايه وجوانت والكلام ده. يا جماعه يا جماعه، بلا جوانت بقى بلا بتاع. انا عن نفسي ما بحبوش. انا ما حسيتش الاكل بايديا كده، ما اعرفش اكله اصلا. فانا لازم الوص كده. هنبدا بقى انضفها زي ما انتوا شايفينها. على فكره انا كنت بعملها وكنت باكل، ما كنتش مستحملها، كنت باكل وانا واقفه. بجد كانت طعمها حلو قوي. انا بعشق العيد الصغير ده اصلا. عشان في العيد الصغير ده اصلا هو الرنجه دي اساسيه عندنا، يعني في المحافظه بتاعتنا اساسيه. معرفش هي في البلاد التانية بتبقى اساسيه برضو ولا لا. بس انا فعلا العيد ما بيحلاش الا بالزفار. فابدا بقى انضفها كده. تمام. شوفوا، مش مستحمله لما اخلص. في ناس برضو بتعملها نية بتفتحها كده، اعرف ناس كتير. بتبقى مظبطاها على فكرة، بتبقى حلوة قوي. بس انا عن نفسي النية دي ما بتجيش معايا طريق، يعني ملهاش سكة معايا. لازم اعذبها الاول في الفرن علشان اكلها. وفي ناس بتحط لها زيت وتحرصها كده في الصينية على العين من فوق. برضو ما عملتهاش قبل كده بالطريقة دي. هي كده. هي بطقطقها على البوتاجاز وهي في ايدي كده، يا برصها في الصينية وبرضو على العين من فوق. بصوا بقى، انا هلم الحوارات ده كلها دي وانضفها واوريها لكم في الاخر. احسن ده الموضوع كده هيطول قوي. طبعا لفة في السلوفان نزلت يعني الزيت بتاعها. شايفين؟ يعني بهدلت الدنيا. بس مش مشكلة، احنا اللي هناكل اصلا. هبدأ بقى الف كده كله ده كده عينه. وهخلص بقى الباقي وهوريه لكم كله. تمام. بعد ما انضفه كده واحطه في الطبق والدنيا تبقى تمام. وهقلي جنبيها شويه بطاطس وجنبيها طحينه. طبعا في ناس بتعشق البصل الاخضر، بس يا جماعه يعني كفايه علينا الرنج. يعني هنموت نفسنا بالرنجه ونكتمها كمان بالبصل. فما بتجيش سكه البصل دي خالص. الناس بقى اللي بتحب البصل بالرنجه دي ده حوارات تاني. انا عندي ابني معتصم بيبقى عايز ياكل بصل، بس بصراحه انا ما بحبوش. فعشان كده انا ما جبتوش.
فكان بيقول لي اعملي لي بصله من اللي هي التانية دي وخرطها لي كده وحطي لي عليها ليمون وخل وتوابل كده. قلت له لا، هو كفايه، ما فيش، هو كفايه رنج، ما فيش بصل. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وكده بعد ما خلصت الكميه بتاعتي، شايفين انا عملتها اهوت. هبدا بقى اقلي بطاطس، واوريكم بقى الفينش الاخير. شايفين شكلها حلو ازاي؟ بجد والله يا جماعه اكله تفتح النفس. كده بقى بعد ما خلصت قليت البطاطس بتاعتي والرنجة، حبة ليمون بقى كده من فوق، وعملت طحينة والشيبسي والعيش. وفيديو الطحينة ده برضو هبقى انزله لكم مرة تانية. اتمنى يا رب ان فيديو النهاردة يعجبكم. دمتم بخير، والسلام.